السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة حبايب قلبي هنعمل بقى طريقة الحواوشي الاسكندراني بطريقة سهلة وبسيطة. ما تنسوش تحطوا له اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي وما تنسوش بقى تكتبوا لي الكومنتات الجميلة بتاعتكم، فرحوني كده بتعليقاتكم. ربنا يسعدكم يا رب ويفرح قلوبكم. النهارده بقى هنعمل بقى ايه؟ هنعمل العجينه بتاعه الحواوشي. بدل ايه ما نشتري العيش كده جاهز، هننخل الدقيق اهو حسب ما انت عايزه تعملي. بقى تعملي كيلو دقيق، تعملي نص، اللي انت عايزاه حسب افراد اسرتك بقى. لازم ننخل الدقيق علشان نتاكد ان هو نضيف، وكل ما بتنخلي الدقيق الحاجه المعجنات بتاعتك بتطلع حلوه. كده يا حبايب قلبي بعد ما نخلنا الدقيق هنحط بقى السكر والملح. حتى نص معلقه ملح ومعلقه صغيره سكر عشان الخميره. هنحط كيس خميره اهوت يا حبايب قلبي. عايزه مش واثقه في الخميره بتاعتك وعايزه تجربيها، جربيها بشويه ميه دافيين ومعلقه سكر. انا بقى مش هنحط بقى مكونات بقى غير ايه، نحط كوبايه لبن. مش عايز تحط لبن برضو ممكن تعملها بميه. كوبايه لبن اهيت. هنعجن بقى ايه العجينه بتاعتنا. نحط لها برضو ربع كوبايه زيت. بس لما نعجن العجينه بتاعتنا شويه هنحط الزيت. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي في قلبكم كده، وفرحونا بكومنتاتكم الجميله. وما تنسوش ام نور. ام نور تعبت والله في حياتها. كده العجينه بتاعتنا يا حبايبي خلصت اهيت. طالما لقيتها طلعت من الطبق كده تعرف ان هي ايه، بقت زي الفل. كده يا حبايب قلبي بعد ما خلصنا العجينه بتاعتنا هنمسك بقى المكونات بتاعتنا بقى، اللي هو البصل والفلفل، طماطم، حبات طماطم يا حبايب قلبي. ما تكونش ان هي ايه طريه، تكون جامده عشان ما تفقدش الايه الميه بتاعتها. هنمسك البصل بتاعنا ده كله هنقطعه. وهنا برضو يا حبايب قلبي نص كيلو لحمه اهي من عند الجزار. وهنا البهارات بتاعتنا كزبره وكمون وجوز الطيب وقرفه وجنزبيل وبابريكا، توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسمر. هنا يا حبايب قلبي فرمنا بقى فرمنا البصل والفلفل كله اهوت. نحط اللحمه بتاعتنا. ونحط البهارات دي بقى جوز الطيب يا حبايب قلبي هبشرها اهي، بس ما تكترش قوي عشان ما تمررش، حاجه بسيطه بس. وهنا برضو جبت بقدونس وكزبره، لو في كرفس برضو حط، بس ما تحطش شبت عشان ما تقلبش على محشي.
حاجة بسيطة بس. كده يا حبايب قلبي حطينا المكونات كلها على بعضها، هنضربها كمان ضربة في الكبة عشان تبقى ناعمة كده وحلوة. هنا يا حبايب قلبي حطيت حتة سمينة اهيت علشان الحواوشي لازم يكون عليه سمين. كده يا حبايب قلبي الخلطة بتاعتنا خلصت، هنحطها بقى في التلاجة على بال ما نعمل العجينة بتاعتنا تخمر. كده العجينة بتاعتنا خمرت اهي يا حبايبي، هنقرصها بقى كلها كده يا حبايبي ونجيب الصينية ديت ندهنها بقى ايه دهن الزيت عشان نقرص عليها. نقرصهم كلهم كده يا حبايبي. كده يا حبايبي هنقفل على الرغيف بتاعنا كده حلو عشان ايه ما يتفتحش مننا في الفرن. هنداري بقى التقفيلات اللي احنا مقفلينها دي. نجيب الصينية ونكون دهنينها بقى كده ايه دهنة زيت خفيفة، ونقوم حاطين بقى الايه العيش بتاعنا. يا حبايبي لو لقيت العيش بيلم معاكي سيبيه بس 5 دقايق، بعد ما تقرصيه كده هتلاقيه يفرد معاك على طول. من اللحمة يا حبايب قلبي بعد ما اتبلت سيبناها بقى ايه على بال ما العجينة بتاعتنا تخمر. هنقفل عليها حلو كدهوت علشان اللحمة بتاعتنا ما تطلعش من العجينة من بره، من تحت لفوق كده. لو انت بقى مش عايزة كل التانية دي تبان منك هوريكي تعملها ازاي. دي بقى يا حبايب قلبي الحواوشي الاسكندراني بتاع اسكندرية، احلى حواوشي يا حبايب قلبي، يا ريتكم معايا كده تدوقوه وجربوه. هنمسك برضو الشوكة هنخرمه من هنا علشان ايه ما يقبش معانا في الفرن.
كلهم بالطريقه دي يا حبايبي. انا عملت رغيف جيب كبير، بقول انا مش هكبره، بس انا مبعرفش اعمل حاجه صغيره خالص. يلا عشان ياخد كده يا حبايب قلبي. جبت برضو شويه حليب، انا ما بحبش احط البيض في المعجنات، والبيض بيخليه حلو وبيخلي الشكل بتاعه حلو، بس انا مش هحط بيض عشان البيض ده بيزفر الحاجه برضو. ما تحطوا له فانيليا برضو بيعمل ريحه في الاكل. عكة لبن بس بسيطه كده، ونحط بقى ايه السمسم اللي انت عايزه تحطيه. مش عايزه تحط سمسم ما تحطيش، ده اختياري. نسيبها بقى تترفع بس حاجه بسيطه ونخلص كده يا حبايب قلبي. حطيت الحواشي في الفرن اهوت، وطبعا معليه النار عليه من تحت علشان ايه لسه مولعه الفرن. كل ما يكون الفرن حامل الحواشي بتاعنا وتقعدي تقلبي في الصينيه كده يبقى حلو كده، ما يبقاش مجلد معاك كده يا حبايب قلبي. اما لقيت اللون بتاعها قرب يحمر كده حطيت لها جبنه موتزاريلا اهي، موطيه عليها يعني علشان اللحمه تستوي في قلب العيش كده وتبقى حلوه كده يا حبايب قلبي. الحواوشي بتاعنا طلع من الفرن اهوت، بس هو لسه يعني سخن، بس كان عايز يسيب شويه لغايه ما يبرد كده يا حبايب قلبي. الحواوشي بتاعنا اهوت عسل عسل عسل. كده يا حبايب قلبي احلى حواوشي يا حبايب قلبي تاكلوه من ايد ام نور. بسم الله ما شاء الله، حواوشي عسل عسل يا حبايب قلبي. شايفين يا حبايب قلبي؟ بسم الله ما شاء الله. حاطه فيه برضو جبنه موتزاريلا اهي، اهو يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، شويه حواوشي كده زي القمر كده يا حبايب قلبي. دي كان الروتين بتاعنا النهارده، وما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.